معلومة قبل ما الفاصل ينتهي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. او انت مش مدير الشركة، او انت مش رب البيت او الاب مثلا، مش من حقك تغير منكر بايديك. ما ينفعش تشوف حاجه في الشارع مش كويس تقوم كاسرها مثلا، او ما تشوف حاجه حد بيعمل حاجه غلط تقوم ضربه مثلا. بلادنا عدت على المرحله دي من فتره، من 30 40 سنه، كانت شؤم على الدعوه بسبب تغيير المنكر بالايد، وده بسبب قله العلم. طب فإن لم يستطع، طب أنا ممكن أكون رب البيت وشايف مثلا حاجة مش كويسة في التلفزيون، فأنصح أهل بيتي: يا جماعة اقلبوا، ما ينفعش. وممكن أغير هذا المنكر بالريموت بإيديا مثلا على سبيل المثال، وبمنتهى الأدب لو أنا رب البيت. لكن لو أنا شاب قاعد في البيت مع أبويا، وأبويا بيتفرج على حاجة مش كويسة، ما ينفعش أقوم قالب قدامه كده، فأبويا يغضب عليا يقول لي: أنت مالك أنت؟ وأبقى بسبب إن أنا بغير منكر بإيديا وأنا مش مسؤول. طول ما انت مش مسؤول ما تغيرش بايديك اطلاقا. سيب رب البيت او سيب الحاكم او سيب رئيس الشركه هو اللي التغيير بالايد ده. لكن اقول لك على حاجه، في نوع تاني من التغيير بالايد انت ممكن تعمله لو انت مش مسؤول. لو انت شايف ناس مش متقنين قدامك، مش هترفدهم وانت مش صاحب الشغل. عايز تغير بايديك، اشتغل انت كويس بايديك، خليك انت المتقن، بحيث لما يشوفوك قاعد بتشتغل من الساعة 8 الصبح انت كده اهو بتتعب بايديك اهو، وهم عمالين يفطروا في ساعتين ويشوفوا الفيسبوك في ساعتين ومش عارف يضحكوا في ساعتين، بايديك انت بتغيره ان انت تبقى متقن، انت تشتغل. ما بيصلوش في البيت، عايز اخدهم احطهم على السجادة، اقول لك تغير بايديك ازاي؟ انت صلي قدامهم في البيت، انت كده بتغير المنكر بايديك، انك انت قدوة. ساعتها تغيير المنكر يبقى صح بالايد اهو، حتى لو انت مش مسؤول. لكن نأذي حد بالايد عشان تغيير المنكر، ده ما فيهوش علم وما فيهوش الخلق واللين اللي بنتكلم عليه. ولو عايزين نتكلم باللسان نغير المنكر باللسان، اتكلم زي سيدنا شعيب، قول اني اراكم بخير. اتكلم باشيك الطرق. والانسان لما يستخدم النصيحه في العلانيه بيخلي القلب ينفر. على فكره ممكن تنصح واحد قدام الناس فيتكسف ويسمع كلامك، لكنه من جوه قلبه قفل خلاص منك، قفل لانك فضحتني، كنت ممكن على جنب. هو انت عامل فيها بتتمنظر قدام الناس ولا قلبه بيقول له كده وعنده حق؟ لانك انت لما نصحته قدام الناس حسسته انك انت استغليته عشان تعمل فيها انت اللي فاهم وعارف، فنصحته قدام الناس. فان لم يستطع فبقلبه. كتير قوي تشوف اخطاء وتكون ده مش الوقت المناسب للكلام، ولا ينفع تغير بايديك، فقلبك من جوه يقول: يا رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. يا رب اللي ما بيشتغلش كويس، يا رب اللي بيشتم في الشارع، يا رب مش عارف اللي لابسه كذا، يا رب اللي بيكذب، يا رب اللي ما بيصليش. من جوه قلبك القلب ده يغير المنكر عن طريق الشفقة والرحمة. هو ده الخلق واللين اللي سيدنا محمد كان بيعمله، إن قلبه كان كله شفقة. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أنا يا رب مش راضي بالكلام ده، لكني أحب الخير للناس. القلب مليان بالخلق واللين، ساعتها فعلا يبقى عندك علم مبين وخلق ولين. أنت